مرحبا يا خامس، كيفكم يا أبطال؟ نهاركم سعيد وكل عام وانتم بخير يا حلوين. إن شاء الله اليوم رح نحل أسئلة أنقذوا الأرض. رح أبدأ في المعجم والدال. للسؤال الأول تم تغطيته أثناء الشرح والمعاني. السؤال الثاني اذكر ضد كل كلمة: الظهور، الاختفاء، الضارة، النافعة، إصلاح، إفساد، الفقر، الغنى، الحرب، السلم، تموت، تحيا. صل كل كلمة مفردة من العمود الألف بما يناسبها من الجموع في العمود باء، يعني الكلمة وجمعها. بنكتب عند السؤال الثالث الكلمة وجمعها. حل، حلول، مشكلة، مشكلات، حيوان، حيوانات، قول، أقوال. طب قول، أقوال، شو نوع الجمع؟ جمع تكسير، برافو، لأني كسرت الكلمة وبنيت كلمة أخرى. مشكلة، مشكلات، شو نوع الجمع؟ ضفت ألف وتاء، جمع مؤنث سالم. مخلوق، مخلوقات، ألف وتاء، جمع مؤنث سالم. ثقب، ثقوب، ما ضفت إشي، صح؟ أنا غيرت تركيب الكلمة، إذن هو جمع تكسير. الفهم والاستيعاب طبعا راح نحله على الكتاب يا أبطال. السؤال الأول: لماذا حضرت الطفلة سيدرا إلى مؤتمر منظمة البيئة والطفل؟ لماذا حضرت الطفلة سيدرا إلى المؤتمر؟ لتخبر المسؤولين أن عليهم تغيير نهجهم نحو البيئة. سؤال 2: مما كانت الطفلة تخاف عندما تظهر تحت أشعة الشمس وعندما تتنفس الهواء؟ كانت الطفلة تخاف عندما تظهر تحت أشعة الشمس وتخاف أن تتنفس بسبب التلوث. ما الخطر الذي تتعرض له الحيوانات والنباتات؟ أصاب الموت الكثير من الحيوانات والنباتات وتعرضها للانقراض. السؤال الرابع: ما الحل المناسب الذي تراه الطفل نافعا لكوكبنا؟ ما هو الحل؟ إذا أنفقت كل الأموال التي تنفق على الحروب لإيجاد حلول لمشكلات البيئة والفقر والمجاعة والمشردين، صارت الأرض مكانا نافعا. السؤال الخامس: توجد مشكلات أخرى تصيب الإنسان لم تذكر في النص، اذكرها: التلوث، الاعتداءات، انتهاك الحقوق، وإلى آخره. اقترح حلول أخرى غير ما ذكر لإنقاذ كوكبنا. أن نتعاون معا نحو بيئة آمنة. نهاركم سعيد يا خامس، بتمنى نكتب الإجابات بخط جميل. يعطيكم ألف عافية، وما ضل علينا إلا درس بإذن الله.